السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد، مرحبا بكم في أول فيديو طبخ على قناتي كويزين راني رباح، مطبخ راني رباح. في هذا الفيديو راح نشارككم طريقة تحضير وصفة لذيذة تقدروا تحضروها في أي وقت. إذا كنتوا تحبوا التجارب الجديدة في المطبخ راكم في المكان الصحيح. استعدوا معي لتجربة طعم ونكهة لا تنسى. قبل ما نبداو الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. طبق اليوم كما راكم تشوفوا موضح في الفيديو عبارة عن صحون تاع الدجاج بالصلصة الجبن. وصفة قنبلة ننصحكم تجربوها في رمضان، بنين وسهل ما يحتاجش بزاف مقادير، وصفة اقتصادية ووصفة سهلة اي وحدة تقدر تديرها. تبعوا الفيديو وتبعوا النصائح راح تلقاو كلش بالديتاي. نبداو مع المقادير. عندنا في الخطوة الأولى عندنا صدر دجاج مرحي، حبة بصل مرحية مفرومة، عندنا دبشة ومعدنوس، عندنا خبز مطحون يابس ومطحون هذا نديروه باش تجي طرية، عندنا التوابل تاعنا، عندنا كركم، فلفل أسود، كمون، توابل دجاج، ملح، بودرة ثوم، عندنا المطارد ثاني راح تخلي طعم الدجاج طعم جد مميز، وعندنا زوز بيضات. نبداو الخطوة الأولى. نجيبو ريسيبيون نحطو فيه الدجاج، نحطو البصل تاعنا، نضيفو الفنون والمطارد والملح ملك، نضيفو الدبشة والمعدنوس او البقدونس وخبز مطحون شابلور او البقسماط. نخلط جميع المكونات حتى تدمج مع بعضها كاملة. نزيدو ملعقتين زيت باش ما يجيناش الدجاج تاعنا ناشف، كي يطيب يجي طري. نضيفو البيض باش الدجاج تاعنا كي نقليوه ما يتحللناش، نضيفو بيضة ما نديروش صفار، نديرو البياض وحده. ونخلط جميع المكونات. هنا تجيبي اي بول عندك، كيما انا جبت لي بول هذا وحبيت الشكل هذا، انتي اي بول عندك تحبيه كبير تحبيه صغير. نجيبو بابي فيلم نديروه في داخل الصحن كيما راكي تشوفي في الفيديو، طريقة موضحة. لازم يجي مغطي كامل الصحن من الداخل كيما راكي تشوفي في الفيديو. هنا بعد ما كملنا البابي فيلم نهزو الدجاج تاعنا ونشكلوه نفس الشكل تاع الصحن، نفس الشكل كيما راكي تشوفي في الفيديو. سمحوا لي هنا البنات الفيديو ما بانش مليح، جيت بعيدة شوية عليه. كيما راكم تشوفوا في الدجاج تمشيوه على الصحن كامل وما يجيش، نقطة مهمة لازم ما يجيكش خشين باش يطيب لك الدجاج تاعك كي تقليه، ولازم ما يجيش طبقة تاعو رقيقة باش ما يتكسرلكش كي تقليه ما يتكسرش، لازم يجي نص نص كيما راكي تشوفي في الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في قناتي، كل يوم راح نحط لكم جديد، كل يوم وصفات مميزة، ديكورات عصرية. هنا كيما تشوفوا في الفيديو راني كملت الصحن عمرته كامل كيما تشوفوا نفس شكل الصحن ما يتعمرش خلاص
تشكلي نفس الشكل تاع الصحن. ديري الحجم اللي حبيتي والعدد اللي حبيتي. انا هنا درت 3، درت 3 صحون. نحطوهم في المجمد كيما راكم تشوفوا فيه، نديوهم للمجمد نحطوهم حتى يجمدوا مدة ساعة ساعتين حتى يجمدوا. لازم تمسيهم تلقيهم يابسين، ما تلقيهمش طريين. لازم كي تمسيهم تلقيهم جمدوا خلاص. لازم يجمدوا مليح. ركزوا لي عليها البنات، لازم يجمدوا مليح. النقطة مهمة جدا، لازم يجمدوا. بعد ما حطينا الصحون تاعنا في المجمد ننتقلوا للخطوه الثانيه، نوجدوا صلصه الجبن ولا لاصوص دو فروماج تاعنا. عندنا 250 مليلتر من لا كريم فريش ولا 2 كيسان صغار تاع لا كريم فريش. عندنا جبن مبشور، اي جبن تحبي، اي جبن عندك. عندنا 2 مغارف تاع فرماج او جبن اللي متوفر عندك في المنزل. عندنا التوابل اللي نحتاجو وحده جامبو اساسيه في لاصوص تاعك. صلصه الجبن تحتاج للجامبو. عندنا فلفل اسود وعندنا ملح. نخلطوا جميع المكونات مع بعضاهم في ريسيبيون. هنا اللي ما عندوش لا كريم فريش كاينه وصفه اقتصاديه في بلاصه لا كريم فريش يدير الحليب. كيما انا ما نحبش الحليب ونحبش طعم الحليب درت لا كريم فريش. اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يستبدلها بالحليب، تجيب نفس الطعم ونفس النتيجه. نضيفوا الجبن المبشور، نضيفوا الجبن، نزيدوا الجامبو. قلت لكم اساسي في الوصفه، يزيد نكهه خياليه للاصوص. نضيفوا التوابل تاعنا. بعد ما خلطنا المكونات تاعنا، اخر مكون نسيت ما حطيتوش مع المقادير سامحوني، نضيفوا شويه تاع فرينه. نقطه مهمه، اللي ما دارش لا كريم فريش دار الحليب يزيد مغرف كامل تاع الفرينه. انا كي درت لا كريم فريش درت شويه برك تاع فرينه. اللي ما دارش لا كريم فريش يدير مغرف مملوءه بالفرينه. بعد ما كملنا الخلط ودمج كل المواد نحطوهم على نار هادئه حتى تعقد لنا. وكيف نعرفوا بلي عقدت؟ كي تخرج لنا الفقاعات. لازم تستمري في التحريك. بعد ما تكون طابت وعقدت لنا كيما راكم تشوفوا في الفيديو، وصلت لهذا التكستير تاعها، نجيبو ميكسر، برا ميكسر، ونخلطوها باش تولي الملمس تاعها يولي كيما راكم تشوفوا فيه في الفيديو. ما في حتى حبيبات، يجي املس. شوفوا القوام تاعها كيفاه ولا بعد ما مكسيناها. ننصحكم تعتمدوا هذه الوصفة في كل وصفاتكم، راهي ناجحة ولذيذة لذيذة بطعم جد لذيذ. هنا ننتقلوا للمرحلة الثالثة اللي هي لاصوص بلانش. كما راكم تشوفوا في المكونات عندنا ثوم مرحية، عندنا فلفل اسود، عندنا ملح، عندنا لي شامبينيون شرائح، عندنا زيتون اخضر شرائح، وعندنا فنجان من لا كريم فريش. نضيفوا كمية من الزيت، ملعقتين من الزيت. نضيفوا عليها الثوم والفلفل الأسود والملح، نحطوهم يتقلاو على نار هادئة حتى نتحصلوا على اللون الذهبي تاع الثوم كما راكم تشوفوا في الفيديو. من بعد نضيف الفطر، شرائح الفطر وشرائح الزيتون، ونقليوهم حتى هما على نار هادئة. بعد ما قليناهم
نضيفوا لهم كميه من الماء باش يطيب لنا الزيتون تاعنا والشرائح تاع الفطر كيما راكم تشوفوا، ونرجعوهم يطيبوا على نار هادئه. بعد ما يكونوا طابوا هنا نضيفوا لهم الكميه تاع لا كريم فريش. اللي ما عندهاش لا كريم فريش نزيد نعاود، تقدري ديري فرماج او جبن، ملعقه تاع فرماج ولا حبتين من الفرماج مثلثات، حبتين من الجبن مثلثات. هنا نرجعو لاصوص تاعنا تغلي كيما حتى تعقد كيما راكم تشوفوا. ما نخليوهاش تنشف، خلاص نخليوها بهذا القوام باش ما تجيناش ناشفه. هنا ننتقلوا الخطوه الرابعه. بعد ما جمدوا لنا الصحن تاعنا في المجمد كيما راكم تشوفوا، هاي جمدت، لازم تكون جمدت من كل الجوانب. ها جمدت، نحطوها في الفرينه كيما راكم تشوفوا. ولازم تكونوا هنا سريعين، ما تخليوش حتى تيكونجيلا الصحنه تاعكم، لازم هي جامده نتوما تسربوا تخدموها كيما راكم تشوفوا. من بعد نحطوها في البيض كيما راكم تشوفوا. نركز لازم تكونوا سريعين في هذه الخطوه. ومن بعد نحطوها في الخبز المطحون. كيما راكم تشوفوا في الفيديو لازم نغطيو الجوانب تاعها كامل كيما راكم تشوفوا. نقطة لازم ترجعيها للمجمد حتى تكملي الكمية تاع الصحون اللي درتيهم كل اللي تكمليها ترضيها في المجمد. انا هناني مع الصحنة الثانية نزيد نعطيلكم الطريقة تاعها باش تبان لكم بوضوح. البنات ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. راح ديما نحط لكم وصفات جديدة وعصرية تاع الطبخ. بما انه شهر رمضان على الابواب، نحب تقولوا لي في التعليقات واش تحبوا نوجد لكم الوصفة الجاية في التعليقات. هنا لازم ديروا كاسرول صغيرة باش تقليو فيها، لازم تكون الزيت غامقة باش تحطوا الصحنة، لازم الزيت تفوت للصحنة كي تحطوها طيب، ما ديروهاش في زيت قليلة ولا في مقلة. تكملي تقليها حتى تحصلي على اللون الذهبي. شوفوا كيفاه جات بالطريقة هذه، تقليها على نار هادئة حتى تقلى كامل، الملمس تاعها يكون حاكم روحو، تعرفيها باللي تقلات. هاو هنا كيما قليتهم نجيو لتقديم الصحن تاعنا. نبداو بالصلصة البيضاء تاعنا، نحطوها كيما راكم تشوفوا. نهزو الصحون تاعنا كيما راهو موضح في الفيديو. نهزو لاصوص دو فخوماج، نعمر الصحون تاعنا كيما راكم تشوفوا في الفيديو. طريقة سهلة، وصفة سهلة. راح تدمنيها من اول مرة ديريها. ما كانش لي ما ذاقهاش وما قاليش اعطاني الوصفة تاعها. تزيين اختياري كيما تحبي. كيما انا زينت اوراق تاع معدنوس كيما راهو موضح في الفيديو. وهنا الطبق تاعنا واجد، شهية طيبة. البنات ما تنساوش
لايك واشتراك لقناتي. راح نحط لكم روابط القناة تاعي تاع تيك توك والصفحة تاعي تاع الفيسبوك. ما تنسوش الاشتراك باش يوصلكم اي جديد راح نحطه. ترقبوني في وصفات اقتصادية وعصرية بديكورات عصرية.